السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا بنات؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الخير، صباح الرضا، صباحكم الصباحي والورد والتفاحي. يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله ما تنسوني من لايك واشتراك، نشر القناة وطلب القهوة. الله يعطينا ويعطيكم ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. قولوا آمين آمين وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ فيديونا ولو إنه متأخر بس ما هي مشكلة. عاد اليوم الشوى جمعة، دخلنا يوم جمعة خلاص. مع الصباح المشرقي بكل أخت نلتقي على رحاب المدرسة الروضة المقدسة. فاليوم أكثر من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب، لا تنسون سورة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي، وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ فيديونا وبسم الله. اليوم طلبت لي من نون كومفورت وفينش. والله طلبتها تمارة، عندهم تابي، وطلبت الصابون الكبير بارسيل، بس إنه باقي ما وصل هو. خلاص يعني تطلبها أفضل. كنت برضو بطلب رز وكذا، لأن واحدة رسلت لي قالت رز عندهم يوم عبد الله رخيص، بس والله حتىهم كان تقريبا نفس أسعار السوق. بس الحمد لله حصلته في رامز تقريبا 69، يعني كويس مقارنة بغيره. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي قال لي يا أم عبد الله اشتري الوليمة، يعني ما يفرق عن أبو كاس. سبحان الله، أنا لاحظت أنه يفرق عندي، رغم أني أنا كنت من البداية في الوليمة. بس سبحان الله من جربت أبو كاس ما قدرت أخذ ولا أي قرص. سبحان الله. أخذ عنبر تقريبا أبو كاس حلو، كبسات اللحم، بس ما اشتريته هذه المرة صراحة. الله يجزاكم خير، يكتب أجركم على اللي تقولوا لي عليه. يعطيكم الصحة والعافية، ما قصرتوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ايش بغيت أقول لكم؟ لا إله إلا الله. أي عشان تعليق بس بسيط، عشان العاملة يقولون يوم عبد الله لا تفرحين وتمدحينها. شوفوا، حكاية إني أمدحها وأفرح فيها استحالة. يعني سبحان الله، الواحد ما يضمن شيء. ما تضمنين أحيانا شيء في يدش، ما تضمنين أحيانا سبحان الله بنتش تزوجت ولا زوج ولا شيء، ما تضمنينه، فما بالكم عاملة جاية. أنا ما أضمنها، ولكن أقول لكم يعني الأشياء اللي هي كويسة فيها، يعني إنها جات والحمد لله استجابت لي. فهمتوا هذا القصد؟ أما إني أمدحها يعني وأقول واو بعدين أنصدم فيها، متوقع هذا الشيء، لأني ما أنا حاطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني إنها خلاص بتكون تسمع كلامي، إنها بيصير كل شيء تمام زي ما أنا. أكيد في أشياء ما بتصير مع الأيام، ما تدرين إيش بيصير. سبحان الله. يعني هي عندنا 3 شهور تجربة، ما ندري إيش بيصير في ال3 شهور هذه. بس على بداية أقول ما شاء الله نبيها تفهم، يعني تفهمتني صحنا بالإشارة وكذا، بس إنها ما شاء الله تبارك الله مستجيبة. عجبتني، قلت لكم فيها صلاتها، عجبني فيها اللهم صل على سيدنا محمد إنها الجوال ما مسكته. رغم إن في ناس يقولوا لا، يعني جاتهم بالجوالات كذا، هم يجون معاهم جوال من المكتب، بس يقولوا لا إلا تبغى الجوال. هذه لا، ما قالت شيء صراحة، وما شاء الله ماشي أمورها. ولا ما يعني ما أقول والله إني أجزم عليها إنها بتكون واو، وأجزم عليها إنها ما بيصير منها شيء. الله أعلم إيش بيصير، الله أعلم هل بتناسبني يعني بعد كذا شيء، أو إنها بتتغير، ما ندري. وفعلا الهروب هذا شيء يخوف صراحة. أنا ليه كنت من أول دائما أرفض إني أجيب عاملة يعني تكون يعني باسمنا وكذا، لأني كنت أخاف أقول أدفع مبلغ وكذا، وفي الأخير تشرد علي وراحت فلوسك يا صابر، ضاعت فلوسك يا صابر. اللهم صل على سيدنا محمد. فأنا عشان كذا أقول لكم مترددة جدا، لأن الهروب، نسبة الهروب كثيرة كثيرة. يعني من أول يعني سبحان الله العملات اللي يعني شاردات في كل مكان،
وكانوا سبحان الله يعني سعرهم غالي، فعشان كذا يشردون. يعني الواحدة عندنا بتشتغل ب1900، هناك لما تشرد يعني توصل أحيانا راتبها 3000 4000، وناس يعطوها خاصة في رمضان. توصل أحيانا في الشهر 2000 1500، وهي برضو شاردة، ما هي على كفر ولا شيء. فسبحان الله تخافي، ما تدرين إيش هو، ما تدري إيش الحرب اللي بتيجي إيش صراحة. فأنا كنت دائما أقول لكم، أنا أقول لكم إني مترددة خايفة من هذا الشيء، ولكن قلت خلاص يعني صراحة أدفع أحيانا 2000، 2000 وشوي، وأجيب لي عاملة. يعني لما أحسبها أقول يعني سعر عاملة واستخدمها وتكون راتبها كويس علي. فهذا هو المقصد، عشان كذا استخرت وقلت الحمد لله جبتها. وإن شاء الله يا رب، إن شاء الله أسأل الله أنها تكون بنت حلال، وإنها يعني ما تتعبنا. لابد من البداية تعب، لأنها ما تعرف شيء، خاصة جاية من أكيد من القرى هذه اللي مساكين، ما عندهم زينا بيوت، ما عند يعني زي ما احنا بيت لازم تمسيح لازم تنظيف، ما يعرفون الأدوات الكهربائية، ما يعرفون الأشياء، سبحان الله ما يعرفون زينا. ولكن نسأل الله أن الله يسخرها لنا ويصلح الحال يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. في كثير بنات يقولوا في ما شاء الله عاملات يعني حلوات وكذا، يعني ما شاء الله ماشيات البنغلاديش الهندية البنغالية هذه. أنا صراحة ما أحب هذا الناس، ما أحبهم، ما أدري ليه. كان عندنا صراحة من أول سريلانكية ممتازة عند أهلي، ما شاء الله كانت تبارك الله ممتازة، بس سبحان الله ما أدري ليه ما عاد حبيتهم يا بنات. مرة جارتي جابت واحدة بنغالية أو سريلانكية والله ما أذكر، بهذلتها. وثاني واحدة نفس الحركة، فأخذت يعني جتني كذا ردة فعل إني ما أجيب هذه الجنسيات. والله يرزقهم ويعطيهم، وأكيد ما شاء الله طباخات يعجبوني صراحة، خاصة الكويتيين يجيبوهم ما شاء الله تبارك الله، يا شطارة فيهم ويا طبخ عليهم. بس ما أدري، ما كان قدرت، وأنا من النوع اللي ما أدري يعني، وفضلت الأثيوبية. يمكن الله كاتب ذا الشيء لنا، الحمد لله. أهم شيء إنها خلاص إن شاء الله إنها تتعلم بسرعة، إن شاء الله إنها تستجيب، إن شاء الله بإذن واحد أحد. والله يكتب ما فيه خير يا رب. وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دائما بس يعني أدعي فيها، أقول الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا كنت أسوي لنا محشي اليوم، وغدانا محشي. لا إله إلا الله. سبحان الله، ما عبد الله حتى لو أكلت محشي ما أكلت رز ما تشبع والله. أكلمكم ذا الحين أنا أسجل وأنا جوعانة، لأني ما أكلت رز اليوم. يا ربي لك الحمد، الحمد لله على كل حال. وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وريتكم كيف أنا الحفارة وكذا، وطريقة نزلتها كثير وسهلة، يعني بتعرفون الخطوات. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله يا بنات بعد على قولتكم 3 شهور 5 شهور 6 شهور المفروض أني أقول لكم يا زانت الشقالة يا خابت. وإن شاء الله يا رب أني عندي أمل ويقين بالله إنها تكون زينة. ما معنى إلا الدعاء، ندعي بس دائما نقول الله يسخرها لنا. المفروض أني أنا ما يعني ذا الحين جالسة أقول لكم عنها، أتكلم إنها كويسة أو إيش اللي فرق معي، لا بس إني أفرحكم إنها جت شغالتي، إنها وصلت الحمد لله بعد انتظار شهرين. ترى انتظرت شهرين لين وصلت الحمد لله. هذا اللي كان المقصد إني نزلت الفيديو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عشان ما تنسون من اللايك والاشتراك ونشر القناة وطلب القهوة. والله يعطينا ويعطيكم ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة. زي ما دعمتوني في الفيديو الأول ادعموني في هذا الفيديو. الله يسعدكم ويعطيكم حتى يرضيكم. قولوا آمين آمين. وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. نستودعكم الله في فيديو قادم. وداعة الرحمة.